تعالوا نتكلم عن الجانب المظلم من تاريخ أوروبا لما كانوا بيبيعوا الستات في السوق. تخيل معايا كده، انت ماشي في سوق ماشية في انجلترا في القرن 19، وفجأة تلاقي راجل جاي ماسك مراته بحبل مربوط في ايديها وواقف ينادي: مين يشتري؟ مين يزايد؟ ايوه، زي ما سمعت كده، كانوا بيبيعوا الستات في السوق. قبل سنة 1857 كان الطلاق في انجلترا شبه مستحيل ومحتاج مصاريف فلكية. الراجل عشان يطلق مراته كان لازم ياخد موافقة البرلمان والكنيسة ويدفع ما يعادل دلوقتي حوالي 15,000 دولار. يعني الطلاق كان رفاهية مش في متناول الفقراء. ده خلى الفقراء يلاقوا حل بديل: بيع الزوجة في مزاد علني. كان الراجل بياخد مراته للسوق وبيربطها بحبل من خصرها أو إيديها ويعرضها على الناس كأنها بقرة أو معزة. المشتري هو اللي بيدفع أكتر وياخدها ويمشي، والزوجين بقى كل واحد منهم يروح في حاله. خلاص اتطلقت رسميا، بس كل واحد على طريقته. الكاتب الإنجليزي توماس هاردي كتب في روايته The Mayor of Casterbridge في سنة 1886، بدأها بمشهد براجل بياخد مراته وابنه في السوق عشان يبيعهم. الغريب بقى إن أحيانا الستات نفسهم كانوا بيطلبوا من جوزهم إن يبيعوهم، وكانوا شايفين إن ده أهون وأسرع من العذاب اللي عايشين فيه. كان من حقهم يوافقوا أو يرفضوا المشتري. يعني الموضوع كان قريب من مراسم جواز جديدة أكتر منه طلاق. رغم إن القانون ما كانش بيعترف بالحكاية دي، لكن الشرطة والسلطات كانت بتغمض عينيها باعتبارها عادة عند الفقراء. من هنا انتهى موضوعنا، ونستنى موضوع جديد. ما تنسوش تضغطوا لايك وسبسكرايب وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. إلى اللقاء.